احرز اهداف اللقاء جونيور في الدقيقه 11 ومؤمن زكريا في الدقيقه 72 و84 وعبد الله سيف في الدقيقه 93. وايه اللي احنا بنشوفه ده يا جماعه؟ الجماهير بتجري على لعيبه النادي الاهلي. قبل ما اختم واروح لملعب الاهلي، بصوا حضراتكم ايه ده؟ ايه؟ لا 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 بيضربوا لعيب. ده جو بقى، معلش احنا بنقول اول لقاء بنقول الروح الطيبه، ما ينفعش يا جماعه. الجهاز بيجري واللعيبه بتجري. اهدى اهدى، والامن بيجري، ويعني اهدى. يا كان الله فوق لعيبه الاهلي النهارده، كان الله فوق لعيبه الاهلي حقيقي. اهدى، يعني منظر مش ممكن يعني يا جماعه. النادي الاهلي برضه مستحيل، النادي الاهلي برضه كفرقه فريق مصري، يعني النادي الاهلي ده مش جاي من بره. يعني منظر الاهلي والزمالك انديه القمه بيحصل معاها كده. قرار اتحاد الكره هيكون ايه؟ بصوا حضراتكم، لا 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 لا، سيد عبد الحفيظ واكرامي وابراهيم حسن بالحوش. اهدى، لا 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 لا، لا دي مش كوره. كان الله في عون لعيبه النادي الاهلي النهارده. مش عارف اتحاد الكره هيعمل ايه، لجنه المسابقات هتقول ايه. يعني الصوره اصدق تعبير. يعني بصراحه انا لو النهارده من لعيبه النادي الاهلي يعني بصوا حضراتكم ايه ده؟ يعني لا تعليق، لا تعليق، مفيش كلام يتقال، مش معقول. يعني المناسب يقول الملعب فيه عصيان، وهنا الاعداد بيقول يعني ما خلاص مش محتاج عصيان. لما ينزل كل الجمهور ده على 11 12 ل 20 واحد هيبقى ايه الموقف؟ مش يعني لا يعني مش عارف.